اليوم صدر قرار وبلاغ يعني تعميم بشكل عام، ممنوع منعا باتا من دخول أي دولة خليجية. وهي منعوها من دخول الإمارات العربية المتحدة. خلاص ممنوع نهائيا. يعني إذا وصلت المطار على ذمة التحقيق على طول، يعني تنمسك. معلش أنا حسيتها علوا لها من قيمتها معنا في الإمارات صراحة. لا ما علوا من قيمتها، أنا كنت موجود وأنا نزلت من قيمتهم وشردت اللي معاهم. مش كل اللي كان معاه. شوف إذا تذكر كان في لقطات كانوا يصورون على اليخت وكانوا يتكلمون بالإساءات. هي لقطة اليخت هذيك هي صحيح. أيوة، من بعدها كانوا يصورون تصوير أو يطلعون في البث بشكل محترم جدا، لأن أنا سحبته من قبل، قلت لهم والله العظيم أن الشخص هذه الشفلانة هذه والله ما تجلس ما تكمل فترة طويلة أكثر عن شهر شهرين، وأنا وفيت بوعدي والحمد لله. معناها إنسان قلت على إيدي هي مو غادي معناها. مش أنا بس، إذا تبغى الصدق مش أنا بس، في ناس وايدين تدخلوا في الموضوع لأن ما عجبهم تصرفات والأفعال الشخص اللي يسويها. ومعناها ولت حتى تشير المرأة التونسية في الإمارات غادي والعياذ بالله. مو بالله في تونس بالإمارات، هي تشكل خطر على المرأة العربية بشكل عام على كل الدول، يعني يستعمم على الكل.